السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد، وان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الشنطة اللي شفناها في الشورتس. الشنطة ظريفة جدا، كمان ما بتحتاجش بطانة، مش ضروري نعمل لها بطانة اذا احنا حابين نسيبها من غير بطانة. الخيط اللي انا استخدمت مكرمية قطن ماركة هوبي ترند، خيط تركي. سمكه مش كبير قوي ولا رفيع قوي، يعتبر يعني سمك متوسط. واستخدمت معاه الابرة مقاس 5.5. انا حبيت ان اكبر شوية المقاس، خلونا كده باين الرقم تمام 5.5، عشان الغرز متبقاش يعني مشدودة جدا. حبيت انها تكون مريحة شوية، لان انتوا حابين تخلوا الغرز ضيقة والشنطة ماسكة جدا في شغلها. ممكن ان انتوا تستخدموا ابرة اقل. هنا الابرة الكروشيه مرسوم على الليبل او الغلاف المقاس 3.5 مليمتر، فانتوا ممكن تنزلوا لحد 4.5 3.5 للخيط بالسمك ده. انا هشتغل الشنطة دي بطريقة بسيطة جدا. هي عبارة عن 4 مستطيلات، 2 زي بعض و2 زي بعض، بس هما في الاخر الاربعة نفس العرض ونفس الطول. الاختلاف ان في قطعتين منهم هيكونوا فيهم الايد او الستراب للشنطة. هنبدأ نشتغل اول قطعة مع بعض. العرض اللي انا محتاجاه للقطعة عايزاه يكون 15 سنتيمتر، فانا حسبت كام غرزة هحتاج عشان اعمل 15، طلعوا 20، فهبدأ ب21 سلسلة. هبدأ اشتغل على عرض القطعة او المستطيل بتاعي. بنعمل عقدة البداية وبنبدأ نشتغل 21 سلسلة عشان يبقى عندي 20 غرزة في السطر بتاعي. واكرر شغل انا بشتغل غرز حشو، الشغل كله بغرز حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. دي كده السلاسل عندي. خلوني بس اظبط الاضاءة عشان انا حاسة ان الاضاءة مش مبينة الشغل. خليكم معايا. طيب كده بتهيألي الاضاءة خافتة اكتر شوية عشان كنت حاسة ان هي عكسة، فما كانتش مبينة الشغل. طيب هنبدأ نشتغل اول دور. ازاي هشتغل في الحلقة الثالثة؟ ما بنسميهاش الحلقة الخلفية، هي في ظهر الغرز، بس انا مش بسميها حلقة الخلفية لان الحلقة الخلفية زي ما انتوا عارفين هي الحلقة اللي ابعد مني، اللي هي مكونة مع الحلقة الامامية حرف الفي. فانا بشتغل بسيب اول سلسلة وبروح على السلسلة الثانية وبلف اجيب ظهر الغرزة واشتغل في الحلقة اللي بالعرض في ظهر الفي. انا عايزة اسيب الفي زي ما هي، مش عايزة ان انا اشتغل فيها واغير في شكلها. انا عايزة اخليها زي ما هي كده. تاني غرزة، تالت غرزة. ان شاء الله تكونوا فاهمين فين الحلقة التالتة اهي. تاني ادي الفي من قدام، انا بلف وبروح على الحلقة التالتة اللي هي بنسميها كمان الباك بامب اهي. هي دي بتكون مكونة كده زي خط متصل بالعرض، واحدة ورا التانية ورا التالتة. هم دول انا هشتغل فيهم، دول في ظهر السلاسل.
هخلص لاخر الدور، هرجع لكم اوريكم ازاي هنبدأ الدور التاني، وبعدين هكمل انا الادوار زي ما هقول لكم احنا محتاجين نوصل لمقاس كام. انا القطعة الواحدة عندي عايزة يكون عرضها 15 سنتي زي ما اتفقنا، والطول بتاعها نوصل بيه ل48 سنتي. عدد الادوار بالخيط اللي انا مستخدماه وبمقاس الابرة اللي انا شغالة بيه هيكون عشان اوصل ل48 سنتي هيكون 75 دور. انا القطعة اللي بشتغلها معاكم دي هخليها قطعة من القطع اللي فيها الايد، فالايد يعني ال75 دور بما فيهم الارتفاع لإيد الشنطة. إيد الشنطة 5 أدوار، فبالتالي أنا بشتغل لحد 70 دور فقط، وبعدين ببدأ أضيف الزيادة اللي هي للإيد واشتغل كمان 5 أدوار زي ما هوريكم. خلونا نمشي خطوة خطوة. أنا كده شغالة في الدور الأول، هو شوية بس الدور الأول بيبقى مزعج عشان الشغل في الحلقة الثالثة او اللي هي الباك بامب زي ما قلنا، لكن بعد كده الشغل بيمشي بمنتهى البساطة والسلاسة. خلوني اخلص لاخر الدور ونرجع نبدأ الدور التاني مع بعض، خليكم معايا. طيب كده خلصنا الدور الاول، وشايفين السلاسل عندي اهي باينه زي ما هي، ولا تكون واضحه ليكم. هخليها حاسه ان الكاميرا النهارده يعني هيزي شويه. تمام. خلينا نقرب تاني اكتر او نظبط. طيب هنبدأ دور التاني ازاي؟ هرتفع سلسلة، وده هيبقى كده كل بداية دور بنفس الطريقة. وهتعدوا دايما الغرز، لو انتوا خاصة لو مبتدئين لازم تعدوا غرزكم كل دور عشان ما يحصلش لخبطة في العدد، فالشكل بالتالي يبقى مش مظبوط معاكم. وهبدأ اشتغل في اول غرزة عندي غرزة حشو، وفي تاني غرزة وبشتغل في الفي كاملة. الفي اهي ورا، فانا بتأكد ان انا دخلت تحت الحلقتين مش حلقة واحدة. بدخل هنا اهو، ببص تحت الحلقتين وبسحب الخيط وبطلع عندي حلقتين، بلف وعدي منهم هما الاتنين واكمل لاخر الدور. يبقى عندي 20 غرزة في نهاية الدور، وابدأ بسلسلة والف الشغل واكرر الشغل ده لمدة 70 دور. زي ما قلت لكم القطعة دي انا هعمل فيها الايد، والقطعة اللي فيها الايد انا بسيب مسافة 5 ادوار عشان الستراب او ايد الشنطة، لان انا الطول كامل بالايد عبارة عن 48 سنتي اللي هم 75 دور، وانا عايزة الايد يكون عرضها 5 ادوار. تمام. فبشتغل لحد الدور 70، وفي كل دور عندي 20 غرزة. لما هنوصل للآخر عند الدور 70 هوريكم ازاي هنضيف سلاسل عشان نطول الدور بتاعنا شوية. هيبقى بدل 20 غرزة فقط هيبقى 65، لان هزود سلاسل 45 سلسلة وسلسلة زيادة، بما اني بفوت سلسلة في بداية الشغل عشان اقدر اشتغل 45 عليهم. يبقى بنبدأ نشتغل الارتفاع بتاعنا الزيادة ده 46 سلسلة. وطبعا اكيد انتوا تقدروا تتحكموا في طول الايد زي ما انتوا حابين، تطولوها اكتر شوية او تقصروها وقت ما توصلوا للايد، تقيسوا المقاس اللي انتوا حابين تعملوه. كده احنا خلصنا الدور التاني، وارتفعت السلسلة وبلف الشغل وابدأ اشتغل نفس الطريقة. في الغرزة الاولى بشتغل غرزة حشو، وهكذا على مدار الادوار كلها. هخلص لنهاية الدور 70 ونرجع نعمل الايد، اوريكم ازاي هنبدأ نضيفها.
هنبدأ نرتفع كده على عرض 15 سنتي ونوصل مش ل48، هنوصل لفقط الدور ال70. هيبقى اقل من 48 سنتي بحوالي يمكن 2 سنتي ونص اللي هم ال5 ادوار الاخرانيين. خلوني اوريكم القطعة اللي احنا هنشتغلها دلوقتي التانية، لان هم قطعة متطابقة تماما. دي كده القطعة المستطيلة، وفي نهايتها في الايد زي ما هوريكم ازاي هنشتغلها مع بعض. القطعة بتاعتنا عرضها عبارة عن 15 سنتي، والطول بما فيها يعني الايد. القطع التانية اللي هي من غير ايد برضو طولها لازم نوصل بيه ل48، يعني 75 دور. هنا الايد الارتفاع الايد عبارة عن 5 ادوار، وهم 4 او 4 الا حاجة بسيطة، 3.5 سنتي مسافة الارتفاع اللي هو الجزء بتاع الايد. القطع اللي من غير ايد هتبقى بنفس الطريقة 15 سنتي العرض، تمام. ده هيبقى 15، وهنكمل نرتفع بدون ما نعمل زيادة الايد، نشتغل 75 دور عشان يبقى الطول للقطعة برضو زي القطع اللي فيها الايد 48 سنتي، تمام. اهو 48 سنتي طول القطعة، وعرضها 15، كلهم نفس العرض ونفس الطول. هنخلص لحد الدور 70 وهنرجع مع بعض، عشان طبعا انتوا براحتكم ممكن تعرضوا شوية الشغل لو انتوا حابين تزودوا عن 15 تخلوا 16 او 17، بس انا منصحش ان انتوا تزودوا عن 17 سنتي. والارتفاع برضو انتوا ممكن تقصروه شوية، ممكن تطولوه شوية حسب احتياجكم لمقاس الشنطة. هنخلص دور 70 ونرجع مع بعض نكمل شغلنا، خليكم معايا. كده خلصنا القطعة بتاعتنا، وصلنا زي ما اتفقنا للدور 70. احنا قلنا احنا هنحتاج 75 دور عشان نوصل للطول اللي احنا محتاجينه، هو 48 سنتي بما فيهم الايد. فبالتالي والايد هتكون ارتفاع 5 ادوار، يبقى احنا نقف عند الدور 70 ونبدأ نزود السلاسل اللي هنشتغل عليها الايد. هنعمل ايه؟ انا كده خلصت الدور 70 وهرتفع سلاسل عددها 45 وزيادة واحدة، بحيث يبقى غرز الحشو عندي اللي هشتغلها 45، يبقى هشتغل 46 سلسلة. هخلصهم وارجع لكم عشان هنبدأ نشتغل الدور 71 الاول على السلاسل، وبعدين نرجع نكمل على 20 سلسلة اللي هنا اللي على الشغل الاساسي، وهكذا. واطلع الدور اللي بعد كده 72 اشتغل 20 دول واكمل على الجزء الزيادة اللي انا كونته. هخلص السلاسل ونرجع نكمل مع بعض. طيب كده خلاص السلاسل اشتغلتها، هبدأ اشتغل عليهم. حابين تشتغلوا في الحلقة الثالثة الباك بومب، انتوا يعني يرجع لكم حابين تشتغلوا ازاي. انا هشتغل هنا بطريقة عادية، هفوت السلسلة الاولى واشتغل في الثانية غرزة حشو، وفي كل سلسلة هنشتغل غرزة حشو لحد ما نلاقي نفسنا وصلنا للجزء الاساسي من الشنطة. هنكمل الدور على باقي الغرز 20 الاساسيين. هي كده انا هشتغل اهو سلاسل على غرز حشو على السلاسل لحد ما اوصل لهنا. هشتغل على اخر سلسلة عندي، ما فوتش اي سلسلة عشان العدد يبقى مظبوط، وبعدين ادخل اشتغل على 20 1 2 3 4 5 الى 20 غرزة اللي هنا
واكمل لاخر السطر وارجع ابدأ تاني سطر رجوعا 20 وبعدين عدد الغرز اللي انا اشتغلتهم. هنا يكون فيه غرز حشو اشتغل عليهم تاني دور لحد ما اكون 5 ادوار كمان على 70 دول. لما اشتغل 5 على الايد دي هيبقى فيه اكيد 5 في المقابل ليهم هنا. فنرجع تاني عشان نشوف ازاي هنشبك القطعة دي في بعض بحيث نكون الشنطة بتاعتنا، ونتكلم على طرق التشبيك المختلفة. هخلص ال5 ادوار زي ما شرحت لكم انا هعمل ايه، وكل دور ببتديه بسلسلة والف الشغل زي ما اشتغلنا كل ال70 دور الاولانيين. نفس الطريقة، هي غرز حشو فردية على مدار كل ال5 ادوار الجايين، بما فيهم الجزء اللي هو بقى زيادة ليد او ايد الشنطة. هخلص ال5 ادوار ونرجع نشبك القطع مع بعض. طيب كده احنا رجعنا تاني، وانا مرتبه لكم القطع زي ما احنا هنخيطهم. ان شاء الله يكون واضح ليكم انا مرتباهم ازاي. خلينا نشرح. دي قطعة فيها ايد، هننزل دي شوية كده. دي قطعة من اللي هم فيهم الايد، تمام. الاتنين التانيين هيبقوا مترتبين عكس الاتنين الاولانيين. الايد هنا فوق ناحية دي، بصة كده ناحية دي، تمام. فالقطعة دي اهي هتبقى فوق دي، تمام كده. عندنا 20 غرزة في الدور ده، هنشبكهم في 20 دور هنا. دول 20 غرزة وهنشبك في 20 دور. يبقى احنا هنشبك القطعة دي في دي بداية، هنمشي كده وبعدين هنبدأ نشبك ده الجهة دي في الجهة دي. هنجيب الشغل كده ونكمل تشبيك. وطبعا هيبقى في فرق في عدد الغرز. انا هنا واخدة 20 من العرض، ما خدتش اي حاجة من 75 الطول. هنا خدت 20 من الطول بتاع القطعة، فاللي هيتبقى عندي 55 هشتغل عليهم كلهم، تمام. فالقطعة دي هيتبقى فيها 20 غرزة فوق بما فيهم الايد، يعني 15 غرزة وبعدين الايد مش هنشتغل عليهم. وبعدين هنا بالعكس، دي القطعة دي زي دي ما فيهاش ايد، والقطعة اللي تحت دي هي اللي فيها الايد، والايد بصة الناحية دي. يعني لو رفعت لكم القطعة كده هنا فوق ودي رفعناها هنا، تلاقوا الايد الناحية دي على الجهة دي، تمام اهي كده. فدي هتبقى فوق خالص. طبعا تخلوا بقى في بالكم التقسيمة دي. انا بس برفع لكم القطعة عشان تشوفوا احنا فين وانهي قطعة فيها ايد وانهي لأ. دي فيها ايد وايديها بصة يمين، والقطعة اللي هناك اللي فوق اللي هي الاخيرة دي، القطعة دي هي اللي فيها الايد وبصة شمال، تمام. طيب هنبدأ نخيط كده وبعدين نرتفع هنا وهنا، وهعلم في الدور ال55 علامة، تمام، عشان عشان ابقى عارفة حدود الخياطة بتاعتي. خلونا نشبك قطعتين في بعض الاول. هنشبك القطعة دي في القطعة دي، ونرجع نشبك الاتنين دول بنفس الطريقة. هنحطهم برضو زي دول ونشبكهم، وبعدين نرجع نشبك بقى الاتنين دول في الاتنين دول. هخلونا نمشي خطوة خطوة. هنشيل الاتنين دول دلوقتي ونبدأ تشبيك القطعتين الاولانيين في بعض. وعايزة اقول لكم ان انتوا تاخدوا بالكم لو مش حابين تقصقصوا خيوط كتير، ممكن ان انتوا تجيبوا الخيط وتقصوا مثلا 5 متر، يعني
مرة واحدة عشان متاخدوش تقصقصوا كتير. انا بحاول اعمل بس نقلل شوية عشان الغرزة تكون باينة اللي هنشتغلها، اللي هنشبك بيها. انا هقص خيط طويل يكفيني ان انا اشتغل على الجهة دي وبعدين ارتفع واسيب الباقي طرف الخيط النص التاني يكفيني اشبك جنبين تانيين من القطعتين دول في القطعتين التانيين. فهقص 5 متر من الخيط ونرجع عشان نشوف ازاي هنبدأ نعمل غرزتنا. وطبعا ليكوا حرية الاختيار في اختيار الغرزة اللي هتشبكوا بيها. ممكن تشبكوا بمنزلقة، ممكن تشبكوا بغرز حشو، ممكن تستخدموا ابرة التنظيف او ابرة الخياطة في التشبيك، بس انا هشتغل بابرة الكروشيه. وهنبدأ نشتغل بغرزة سلسلة على السطح، كنا خدناها قبل كده في فيديو منفصل لو تفتكروا. كنا بنشتغل غرز سلسلة على وش الشغل هنا، يعني عشان في الجنب، فهنمشيها مجازا ان هي غرز منزلقة. تمام. وكنا برضو اخدنا الطريقة دي لما اشتغلنا العود في الوردة على الكوستر، ان انا يكون الخيط من تحت واسحبه من فوق واعمل منزلقة، او هي غرزة سلسلة على سطح الشغل هيها. خلونا بس اقص الخيط واجهزه ونرجع عشان نشوف هنبدأ نخيط القطعتين مع بعض ازاي. طيب كده هنبدأ نشتغل مع بعض التشبيك بتاعنا. ده الخيط طرف منه، يعني انا هنا في نص الخيط اللي قصيته، فده 3 متر وده 3 متر، انا قصيت 6. هنبدأ نشتغل فين؟ زي ما قلت لكم على 20 غرزة هنا مع 20 دور من القطعة دي. فهعمل عقدة البداية واسحبها من الغرزة الاولى او الدور الاول في القطعة دي، وهخلي الخيط من تحت. خلاص احنا الخيط اللي هو الطرف التاني ملناش دعوة بيه، خلوه ناحية تانية خالص بعيد عننا، اللي هنكمل بيه خياطة للقطعتين دول لما نيجي نكمل مع القطعتين التانيين. وهدخل في الدور او مش الدور، الغرزة الاولى، والغرزة هتبقى سهلة ليكم في الشغل. شايفين ان السلاسل واضحة، انا ما اشتغلتش في السلاسل لو تفتكروا، عشان هنا اقدر ان انا اجي بسهولة واشتغل في غرزة غرزة. هدخل في الغرزة الاولى، تمام، اول واحدة بس هسحبها كده واعمل هسحبها منزلقة، يعني من القطعة ومن الحلقة اللي على الابرة. خلونا ناخدها من فوق، هتبقى واضحة ليكم الغرزة دلوقتي لما نشتغلها. اهو دخلت في القطعة من فوق وهسحب الخيط من تحت، اعدي بيه واعدي من على الحلقة اللي على الابرة. وهنشتغل بطريقة زجزاج، يعني مش هشتغل في قطعتين مع بعض، هشتغل هنا غرزة وهنا غرزة. ودخلت من فوق والخيط كده بجيبه من تحت واسحبه من على الحلقة اللي على الابرة. كده خلصت تاني دور. هنا اروح لتاني غرزة في القطعة التانية، السلسلة اللي بعد كده هنشتغل في السلسلة الاولى، اشتغل في السلسلة التانية. تمام كده دخلت في السلسلة التانية من فوق لتحت، واسحب الخيط واعدي بيه من الحلقة اللي على الابرة اللي على الشغل من فوق. تمام. تاني هدخل في الدور التالت، هنا في جنب الدور التالت، واسحب الخيط واعدي بيه من على الحلقة اللي على الابرة.
واروح على القطعة الاولانية بتاعتنا وادخل في السلسلة الثالثة واسحب الخيط واعدي بيه واعمل المنزلقة او السلسلة على السطح للشغل. وبعدين ارجع هنا للدور الرابع وادخل اسحب الخيط واعدي بيه واروح على الناحية التانية وادخل في رابع غرزة اللي عليها الدور، السلسلة اللي عليها الدور تحت الحلقتين بتوعها، واسحب الخيط بتاعي. وشدوا الخيط معاكم وانتوا بتخيطوا، خلوا الخياطة يعني متقاربة ومشدودة. هندخل بعد كده الدور الخامس هنا ونعمل غرزة المنزلقة ونرجع على الغرزة الخامسة في الجهة المقابلة ونشتغل. خلوا الخيط لتحت، خلوا بالكم الخيط شايفين الطرف من تحت في ظهر الشغل يعتبر. بدخل في الغرزة اللي بعد كده تحت الحلقتين واسحب الخيط واعدي بيه من الحلقة اللي على الابرة مباشرة، يعني بعدي بيه من الغرزة اللي انا دخلت فيها السلسلة وكمان الحلقة اللي على الابرة. ان شاء الله يكون فكرة واضحة. لما هنكمل كل الخياطة هيبان لكم شكل الشغل. الغرزة شكلها حلو جدا. هي ممكن تكون يعني متعبة عن الغرز العادية في الشغل شوية عشان بنشتغل هنا وبعدين نرجع نشتغل هنا، مش مرة واحدة بدخل في القطعتين وخلص غرزة واحدة. بشتغل يعني يعتبر ضعف الشغل، يعني هي بتاخد كمان خيط شوية الخياطة دي، لان بشتغل غرزتين بدل غرزة. تمام، فانا هخلص كده 20 غرزة هنا و20 دور هنا، وهكمل كمان ارتفع على الجوانب بنفس الطريقة، مرة هنا ومرة هنا، وبشتغل منزلقة. بسحب الخيط وعلى طول من على الحلقة اللي على الابرة. شايفين شكل الغرزة في هنا غرز كده والناحية التانية غرز عكسها. فهخلص كده لنهاية 20. وزي ما قلت لكم هعلم لان هطلع على الجنب وهوصل للغرزة 55 فقط من القطعة الكبيرة. هيتبقى لي 20 دور، 15 وبعدين 5 الايد. فانا هخلص وهبقى معلمة هنا الدور النهائي ونرجع. وكمان هشتغل التانيين، هخيط الاتنين التانيين نفس الطريقة، هجيبهم احطهم برضو. هحط واحدة قدامي كده اللي فيها الايد واخلي الايد شمال والتانية تحتها، واخيط نفس الطريقة. يعني مش هعمل بالعكس اي حاجة، هعمل زي الاتنين دول تماما تماما. هخلي الطرف ده كده ناحية الشمال والقطعة اللي فيها ايد برضو ايديها ناحية الشمال وخيطهم. وهرجع لكم وانا عندي الاربع قطع، 2 متخيطين في بعض و2 متخيطين في بعض. وفي نقطة كمان، بس بعد ما هخلص نهائي الخياطة دي هرجع لكم قبل ما كمان نخيط الاتنين التانيين عشان اوريكم ازاي هنشبك بقى الايد من القطعة الاولى للقطعة التانية هنا في الطرف ده. ممكن وانتوا بتشتغلوا برضو تعملوا حسابكم فتلة طويلة في الجهة في اخر دور من القطعة من غير ايد عشان نستخدمها في خياطة غرز الايد في القطعة التانية. هخلص ونرجع نشوف هنخيط الايد ازاي. خليكم معايا. طيب انا رجعت لكم، خلصت خياطة الجوانب اللي اتفقنا عليها بالطريقة اللي قلنا هنشتغل بيها، غرزة على الجهة دي وغرزة على الجهة دي.
وقلت لكم هنرجع عشان نشوف الايد دي ازاي هنشبكها من ناحية في الناحية المقابلة. يعني هي طالعة من قطعة مستطيلة، احنا هنشبكها في القطعة المستطيلة التانية اللي احنا لسه حالا مخيطينها فيها. تمام، قلنا بنخيط قطعة من اللي هي ما فيهاش ايد مع قطعة من اللي فيها ايد، وقلت لكم ازاي بنرصهم عشان نخيطهم بطريقة صح وتطلع الشنطة مظبوطة معانا. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هخيط الايد هنا، هي طالعة من نهاية القطعة الناحية دي، هحطها فين؟ مش هنا اكيد، هنحطها هنا في اخر القطعة التانية. تمام، مش على نفس الخط اللي فيه خياطة، على الناحية اللي هي هنخيط لسه فيها باقي الشنطة لما نخلص. بس الاول تثبيت الايد. هنا الايد ممكن وانتوا بتشتغلوا دايما تبقوا حريصين انتوا في اخر كل ايد تبقوا مرتبين نفسكم ان انتوا تسيبوا فتلة في النهاية، او تخلوا اخر شغل على الجهة اللي هي بره للايد عشان يبقى فيه خيط. ما فيش مش مشكلة، هنقص قطعة من نفس اللون اللي احنا شغالين بيه، وهنعمل هنا التركيب للايد او خياطة الايد بإبرة التنظيف، مش بالغرز الكروشيه ولا حشو ولا إبرة التنظيف. بيرجع لكم طبعا برضو اللي موجود متاح عندكم سواء المعدن او البلاستيك. وهنلضم الخيط في الإبرة، وبعدين هنبدأ نخيط بطريقة عادية جدا. هنعمل عقدة اكيد في الخيط كمان، وهندخل في غرزة والمقابل ليها. هنا مثلا دول كانوا 1 2 3 4 5 أسطر، فبالتالي انا هشتغل على 5 غرز هنا، 1 2 3 4 5، يبقى ادخل في الغرزة رقم 5 من الاخر. وما تنسوش هنعقد الفتلة بتاعتنا، وبرضو هنسيب جزء منها عشان نقدر ان احنا نداريه، او لو هو خيط مكرمية، لو انتوا شغالين مكرمية، ده مش مكرمية مصري، فبالتالي ده الخيط ده انا مش بفضل ان انا السعه، هو بيتقص عادي، مش زي يعني مش بتعامل معاه نفس خيط مكرمية، بفضل ان انا اداريه. فممكن اعمل العقدة دي على مسافة طويلة واداري ده، او اني اعملها كده لو انتوا هتعملوا بالولاعة وتثبتوا مكان العقدة دي، او ممكن برضو نقطة مسدس الشمع. الحاجة اكتر حاجة مش هتبان معاكم استعملوها. تمام، الطريقة اللي مش بتبان هي دي اللي دايما بنفضل ان احنا نستخدمها، عشان احنا عايزين شغلنا في الاخر الفينش بتاعه يبقى مستواه عالي. احنا عايزين نعمل منتج يعني يكون مظبوط ومهندم، واللي يشوفه يحس انه هو شغل يعني عالي جدا وياخده يعني منكم وهو مغمض. فاحنا لازم نهتم جدا جدا بنقطة الفينشنج ده. حتى لو بتعمليها لنفسك برضو انت عايزة تكوني بتستخدمي حاجة شكلها حلو ومظبوطة وما فيهاش اي غلطة، فنهتم جدا بالحاجات التفاصيل الصغيرة دي. انا هنا بخيط الايد في زي ما قلت لكم من ناحية لناحية، وهيتبقى لنا بعد ما هنخلص خياطة الايد انا القطعتين التانيين. تفتكروا انا قلت لكم هنخيط 2 في بعض و2 في بعض، والايد بعملها بنفس الطريقة هنا وهنا، وبعدين هنرجع عشان نركب بقى الاتنين دول في الاتنين دول. هوريكم برضو على اي جهات هنخيط، وهنستخدم برضو نفس الطريقة اللي بدأنا بيها الخياطة. يرجع لك انت حابة تستخدمي اي غرزة في الخياطة، اهم حاجة انك انت تثبتي الغرزة او طريقة التشبيك في كل الشنطة طول ما انت شغالة، عشان تطلع كلها معمولة بغرزة واحدة وشكل واحد. تمام، انا هنا برجع تاني عشان بس اثبت الايد تماما، وبفضل ان انا اعملها مرتين، خصوصا انا قص خيط كافي هيسمح لي ان انا اظبط الايد على مرتين. اي خيوط طبعا انا لسه
ما نضفتهاش، هنضفها في الاخر بره الفيديو عشان انا مش عايزه اطول عليكم. تنظيف الخيط ده زي ما قلت لكم بنفس ابره التنظيف دي، بدخله بطلعه كذا مره وبقص على مسافه قريبه في اخر الفتله، بحيث ان هو اضمن ان هو ما يتحركش وما يخرجش تاني. وكده بقت الايد متخيطه من جهه. انا حاسه ان انا تصدقوا ان انا خيطتها في نفس الناحيه. ما علينا، هو نفس الخياطه دي سرحت انا. مفروض يعني نخيط الايد من قطعه في القطعه التانية. لاحظتوا انتوا زي دي بالظبط كده. خلاص اللي احنا شفناه دلوقتي ده طريقه التشبيك. هنا مفروض يكون النتيجه معاكم عامله كده. تمام اهو، شايفين الايد نهايتها فين؟ طالعه كان تبع القطعه دي اهو كده. باخد اخرها احطه فين؟ في اخر القطعه اللي انا شبكت فيها القطعه اللي فيها الايد. ولازم طبعا الايد ما تكونش ملفوفه، تكون على نفس الجهه بتاعتها، ما اعملهاش ما لفهاش كده وخيطها ملفوفه. لازم تكون كده بحيث لما احط على الكتف خلاص هي مظبوطه مفروده من ناحيه في اتجاه واحد. فاهمين قصدي؟ ما تكونش حصل فيها تويست او لفه. تمام. فكده القطعتين دول جاهزين، القطعتين دول جاهزين. انا هرتب بس تاني تشبيك الايد مظبوط، وهنرجع عشان نشوف بقى الاتنين دول ازاي هشبكهم في الاتنين التانيين، بحيث خلاص نكون الشنطه ودي تكون اخر خطوه معانا في الشغل عشان نحصل على النتيجه النهائيه. خليكم معايا اظبط الايد ونرجع عشان نشوف خياطه الجزئين دول في الجزئين التانيين هيكون ازاي. طيب كده احنا الاربع قطع بقوا جاهزين على التشبيك في بعض، اتنين متخيطين في بعض، والايد خلاص كمان وصلناها من قطعة لقطعة زي ما اتفقنا بعدلتها. تمام، ادي اتنين، والاتنين التانيين زي ما قلت لكم. بس كل الخيوط دي هتتوضب وتتلم في الاخر. وادي القطعة التانية والايد اهي. اوكي، قطعة تانية معمولة من قطعتين. طيب ركزوا معايا بقى، التشبيك هيبقى ازاي بين الاتنين دول والاتنين دول. الموضوع سهل وبسيط جدا. فكرته في حاجتين. انتوا بتجيبوا شايفين الخط البارز ده القصير اللي هو مش كامل، اللي هو احنا في كل قطعتين متخيطين على 20 غرزة، والباقي طلعنا بيه على الجنب بتاعهم. تمام، في الكورنر بينهم على 20 دول مع 20 اللي في القطعتين التانيين هنخليهم قصاد بعض كده بأي اتجاه بقى، بحيث ان الايد اللي هي في القطعة اللي على الجهة اليمين دي تكون يمين، والقطعتين التانيين دول خليهم كده شمال، وتبقى الايد تحت شمال، وتحطهم في وش بعض بالطريقة دي. والايد اللي فوق دي ناحية، يعني في قطعة كده يمين، والقطعة التانية ايديها تحت بس شمال مش يمين. تمام، عشان الشنطة ما تكونش طبعا مقلوبة، ما فيهاش اي حاجة غلط. وايه اللي هنعمله؟ هنبدأ نخيط برضو جهتين. هنا انا عندي فتلة الطويلة دي اللي هبدأ اشتغل بيها بين انهي جهتين. انا زي ما قلت لكم هنخلي 20 غرزة دول على نفس الخط مع 20 دول، وهنبدأ نخيط على 20 غرزة و20 دور. هنا شايفين الجهة دي قصيرة ازاي؟ دول 20 غرزة هنخيطهم هنا على 20 دور، وبعدين لما نخلص 20 دول هنبدأ نطلع هنتني بقى القطعتين على بعض، بحيث الجهة دي تبقى تيجي نكمل مع الجهة دي. هنا ده كورنر، لكن هنا خلاص هنمشي بقى ستريت كده. تمام اهو، لحد ما نوصل لفين؟ لحد ما نخلص قطعة منهم. القطعة القصيرة هتخلص، القطعة الطويلة مش هتخلص. يبقى هنخلص لحد فين؟ لحد ما القطعة القصيرة تنتهي معانا، وخلاص هنقص الخيط، ويبقى كده خيطنا جهة أولى بين القطعتين والقطعتين. وهننفذ الكلام ده على الناحية التانية برضو بنفس الطريقة. لما نعمل كده هتلاقوا هنا بقى كده، لأن طبعا في جزء من القطعة ده مش متخيط عليه، فهيبقى متكون عندي الفي دي اللي هي فوق في الشنطة،
وادي ايد الشنطة هتبقى كده. تمام. الناحية التانية هنعمل ايه؟ نفس الكلام، هنخيط على 20 دور، ادي كده دول قصاد دول، وادي القطعتين مع بعض، دي اهي ايديها يمين ودي ايديها شمال، وهنخيط على مدار 20 دور و20 غرزة مع بعض. ال20 غرزة هنا على القطعة القصيرة مع 20 دور في المقابل، ونخلص 20 مع 20 ونكمل، نجيب الجهة دي مع الجهة دي ونخلص لحد لما القطعة القصيرة تخلص. تمام. هنلاقي فيه غرز متبقية عندنا. طبعا تبقوا حريصين، علموا مفروض تقفوا فين تماما، عشان حتى لو انتوا بتفوتوا غرز وانتوا بتشتغلوا مش بتعدوا مظبوط، اللي اتبقى من هنا يبقى متبقي من هناك، عشان يبقى شكل الشنطة مظبوط. وكده ادي الفي التانية، وادي الايد هنا باينة، وادي الايد اللي في القطعتين تانيين. فهنبدأ بس نخيط مع بعض اول غرزتين. افكركم احنا كنا بنشتغلها ازاي، لان هنمشي قلت لكم اختاروا اي غرزة تشبيك انتوا حابينها ومرتاحين لها وحابين شكلها، لكن الاهم حاجة ان انتوا تثبتوا استخدامها في شغل الشنطة كاملة. انا بعمل ايه؟ انا هنا زي ما قلت لكم خلاص كده، دي القطعة ايديها يمين ودي القطعة تحت ايديها شمال، وهبدأ اخيط من هنا، وعندي الفتلة الطويلة بتاعتي دي، ادي الجهة اللي هي 20 غرزة هشتغلهم مع 20 دور. هنا هدخل فين؟ هنا شايفين الادوار بتاعتي، ادي دور الاول دور تاني، هدخل في اول غرزة من الدور الاول. تمام. هبعد بس عن ايه، عن عقدة البداية، واسحب الخيط كده بقى معايا على الابرة، دي الفتلة الطويلة اللي انا بشتغل بيها اهي مقصوصة. اوكي جاهزة. وتقصوا خيط بزيادة عشان تبقوا ضامنين ان هو يكمل معاكم الجنب كامل. وبعدين هنعمل ايه؟ كنا بنشتغل في ناحية، انا هدخل هنا بقى في الغرزة الاولى. تمام. هما 20 غرزة، عدوهم برضو، علموهم وابقوا عارفين فين الاولى وفين الاخيرة. وهدخل اسحب الخيط واسحبه من اللي على الابرة كده. انا اشتغلت على الجهة دي، ارجع اشتغل على الجهة دي، ادخل واجيب الخيط واسحبه منزلق، وارجع على الناحية التانية على الغرزة رقم 2 كده، الدور التاني مع الغرزة رقم 2. الدور التالت ارجع عليه مع الغرزة رقم 3، لكن ما بشتغلش مع بعض. تمام. كنا قلنا هنا ما عايزين نشتغل على الغرز دي نشتغلها في الحلقة الثالثة عشان تبقى الفي فاضيه لنا كده، وسهل ان احنا نقدر ندخل فيها. ولو برضو انتوا حابين تشتغلوا في الحلقة واحدة بس منهم، لان كده كده التانية مش هتبقى باينة معاكم، هتبقى تحت جوه الشغل، فممكن تشتغلوا في الحلقة فقط اللي هي الاقرب لفوق. تمام. تعتبر الخلفية يعني. ونسحب منها الخيط ونطلع نسحبه من اللي على الابر منزلق، ونرجع هنا للدور الثالث نسحب الخيط نطلع بيه ونعمل منزلق، ونرجع هنا. يبقى انا ماشيه غرزه الناحيه دي وغرزه الناحيه دي. خلوا الخيط لتحت، ما تعدوش من فوقيه وانتوا بتجيبوا بتاع الغرزه اللي فاتت، انا خليت الخيط فوق. خلوا الخيط لتحت وانتوا بتعدوا من خلال الغرز، الله يكون واضح. ادي الحلقة دي لو مشدودة شوية اهي هي دي، بس طبعا هدخل لها من هنا كده، واحدة واحدة كده. ولو لقيتوا ان اسهل تعدوا من الاتنين عدوا من الاتنين، بس اهم حاجة ما تعدوش تحت الغرزة كاملة عشان الشكل يطلع واحد، يعني يا الحلقتين يا حلقة واحدة، لكن تعدوا وتدخلوا كمان تبقوا مرتفعين في الدور الاخير ده من الجهة دي. هي الجهة دي اصعب من التانية، عشان كده انا بقول لكم فيها كلام اكتر. تسحبوا الخيط
وتطلعوا بيه تعملوا المنزلقة، ونرجع هنا على الدور اللي بعد كده ندخل ونجيب الخيط ونطلع ونعمل منزلقة. وهيبقى عندكم الغرزة اللي انتوا بتكونوها هي نفس الغرزة اللي انتوا اشتغلتوها هنا على كل الجوانب التانية مع التشبيك الاولاني. فانا هخلص كده تشبيك 20 في 20 ونكمل اخد كده الجهتين دول واطلع لحد نهاية ما القطعة القصيرة تخلص معايا. وزي ما قلت لكم حددوا مفروض بالعدد، يعني لو هما كانوا 55 دول كاملين وخلصنا 20 منهم، ودول كانوا اقل من 55 اللي هي الجهة القصيرة بتكون اقل. انا مش فاكره الارقام بصراحه لان انا فصلت بين الفيديوهات بصراحه مسافه. المهم انتوا هتحسبوا كام غرزه متبقيه وهي دي اللي هتخيطوها تمام في القطعه الكبيره. فبالتالي تخصموا بقى الغرز اللي انتوا هتستخدموها من التوتال اللي اتبقى لكم. هما تقريبا هيكونوا باقي 20، هنستخدم 35 فقط وهيتبقى ال20 اللي احنا استخدمناهم تحت بدل دول، لان انا اشتغلت على البيز بتاع القطعة تمام على 20 منها. فهيتبقى هنا في الغالب 20 غرزة، وفي المقابل الناحية التانية برضو هنخيط هيتبقى 20 في الاخر. فخلوني اخلص تماما الخياطة وارجع لكم اوريكم شكل الشنطة. هيكون زي الشورتس تماما البيج اللي شفناها مع بعض. واتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. هي موجوده كمان على اليوتيوب كتير زي ما قلت لكم. اتفرجوا على الفيديوهات اللي تريحكم، بس اهم حاجه ان انتوا الشنطه دي فعلا ما تفوتكوش لانها ظريفه جدا. استخدموا خيط مناسب عشان ما تكونش تقيله، وارجع لكم تاني نشوف النتيجه النهائيه. طيب كده بعد ما رجعنا بعد خياطه 4 قطع في بعض تماما، خلوني ابعد شوية على اساس اني ادخل الشنطة كاملة. ده كده ارتفاع الشنطة او وشها من تحت هتبقى عاملة اكن فيها 4 مربعات. لو تفتكروا قلتلكوا على الخط ده احنا هنخيط، فبالتالي لما خيطنا هنا بقوا عاملين زي خط كمان. فلما بتتملي حاجات بيبقى القاعدة بتاعتها شكلها مربع من 4 مثلثات تمام. وده كده وشها، وزي ما قلتلكوا الفي ومعاها ايد الشنطة على الجهة الامامية والجهة الخلفية زي بعض تمام. وعشان احنا سيبنا نفس عدد الغرز فالفي هنا بقت قد الفي الناحية التانية تماما مظبوطين على بعض. هي بس بتبان اكتر وظبطتها بتبقى واضحة لما بتكون مليانة، وفي الاستخدام بتبقى احلى واحلى. وده كده كان فيديو النهاردة، اتمنى انه يكون عجبكم وتستفيدوا منه وتقدروا ان انتوا تنفذوا الشنطة بسهولة. واراكم ان شاء الله فيديوهات جاية تانية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.